فبدأ يظهر فكرة إن هو بيسموه إيه؟ سيطرة أو قوة الجنس الأوروبي على الجنس العربي أو أي أجناس ثانية مختلفة. طبعا الإنجليز بطبعه ما زال لحد النهارده بيكرهوا ما هو عربي أو ما هو شرقي بصفة عامة، يعني، أو شايفين إن هو ده أقل منهم ودونا عنهم لحد النهارده. الفكرة كلها زي ما قلنا إن هم كانوا شايفين إن سيطرة العرق الأوروبي، وحتى هم بينهم وبين بعض بعد كده حصلت بينهم مشاكل زي ما حصل في الحرب العالميه الثانيه. العرق الآري الالماني كان شايف ان هو احسن من العرق الانجلو ساكسوني. اللي حصل لينا ده كان اهانه، طبعا كان اهانه واستعمار، وان هو دايما بيحب يبقى هو الاحسن في كل حاجه. فانت ليه يبقى عندك ده وما عنديش انا؟ لا، ده انا هاخده منك واقول ان هو بتاعي. وده احد الاسباب اللي احنا النهارده احنا عدد القطع الاثريه اللي موجوده بره كبير جدا بتاعتنا، وما عارفين ان هي بتاعتنا ومعترفين بكلامهم وبنصوصهم ان هي بتاعتنا. انا مش بتكلم كلام مش معروف، هم نفسهم قايلين. اللوفر تعتبر ان الحاجات دي بتاعتك، لان هو بيعتبرها تراث انساني. هو تراث انساني. هم بيدلسوا على الناس بكلمه ان ده تراث انساني، لكن معلش، ما هو مين الانسان اللي عملها؟ مين الانسان اللي عملها؟ زي ما شفنا انجلترا حصل فيه ايه في الهند لما راحوا احتلوا الهند، عملوا مع الهنود ايه؟ وكانت احد اهم الثورات اللي قامت عليهم كلهم كانت بسبب ايه؟ جندي انجليزي صفع امراه هنديه، فقامت الدنيا عليهم وساعتها، وقامت الثوره اللي عملت عليهم الدنيا دي كلها بسبب ايه؟ صلف وكبرياء الضابط الانجليزي، انك ازاي تبقى انا معدي وراكب الحصان وانت ماشي من جنبي ولا مش عارف ايه، ما تسلمش عليا. قصه كده يعني يتدخل فيها كلها الكبرياء وليس اكثر من هذا. وهم لما تتكلم معاهم حتى هم نفسهم هم اجهل من انك تتكلم معاهم، مع احترامي طبعا في منهم الكويسين، يعني في منهم علماء انا ما بقولش لا، بس بصفه عامه هم كشعب هم شعب جاهل جدا. لما تتناقش معاهم حتى على صفه في اي حاجه، وحتى فيديوهات لما تتفرج عليهم هم اجهل من دب، ما تعرفش الحاجات دي ما تهمهمش. انا عارف النخبه اللي بتدرس الكلام ده عايزه تعرف وعندها شغف. ما النسبه دي بقى كام في المية من المجتمع عندهم بالظبط؟ هي دي بقى واهدافها ايه؟ او توجهاتها ايه؟ اهدافها استعماريه بحته. مش كل مفيش اهداف لله وللوطن وان قال الله وقال الرسول، ما عندهمش كلام ده. السيطره لحد النهارده الدول دي، انجلترا مستعمره كام دوله بتحت اسم الكومنولث. هم يعني هم قالوا احنا خلاص استقلال، كل دوله خدت استقلالها يا جماعه، بس لا معلش احنا بقى هنروح عاملين ايه؟ معاهده ان احنا كلنا يا جماعه شركاء مع بعض وحبايب واصحاب، وده كومنولث يعني ايه؟ يعني الثروه المتشاركه. كومنولث ده معنى